مرحبا بكم في حلقه جديده من قناه وصفات الاحلام. اليوم ان شاء الله كما تعودنا حلقه خفيفه وظريفه وحليوه خفيفه وسهله واقتصاديه في نفس الوقت بنينه وكتعجب الوليدات. غنحتاجو 125 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون زبده اللي هي مزيانه، نتفاداو المارغرين، 3 البيضات، خميره وحده، فاني وحده، نص قشره ديال الحامضه، قبصه ديال الملحه، نص كاس ديال الفيرميسيل، كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت والدقيق. هذه العجين. والتزيين كنحتاجو مزهر ممتاز، وكنحتاجو سكر كلاصي سبيسيال. ممكن نستعملو السكر العادي، ولكن الايجابيه ديالو ان سكر كلاصي سبيسيال ناقص في الحلاوه وموجود في الاسواق. نبداو ان شاء الله بطريقه العجن. الخطوه الاولى كنبداو بالسنيده ديالنا، كنخويها هي الاولى، الفاني، قشره ديال الحامض، قبصه ديال الملح والزبده. الزبده باش خاصها تذوب مع السنيده بطبيعه الحال باش ما تبقاش تجيني محبه. كنمعكو سنيده شويه، كنضيفو 3 البيضات بعد ما درناهم في السليفه، كنزيدو الزيت، هنا باش كتنتج من العناصر الزبده مع البيض مع الزيت كنزيد واحد شويه الطحين، هو اللي كنمعكو بيه كاع هاد الخليط. حتى كيتجانس لنا الخليط تماما، مكتبقاش الزبده واقفه. الخليط ديالنا هو ولا بحال شكل كريمه، مذوبنا معكنا مع شويه ديال الطحين بحال شكل كريمه. كنجيو هنايا كنديروا الخميره، كنديروا شويه الدقيق، الوقت كنديروا الفيرميسيل كنكون درنا في الثلاجه بارد واحد شويه باش ما يدوبش لينا. دابا كنخلطوا الفيرميسيل مع الطحين. الفيرميسيل ما يمكنش نديرو في الاول، خصو يتمعش باش يبقى لنا صايم. كنخلطوا هاد المكونات وكنزيدو الطحين على حسب الاحتياج ديالنا، والعجين خصها تكون مرقوفه شويه باش تكون هشيشه وبنينه. العجينه ديالنا هي واجده، خاصها تكون بهذه الكثافه هذه كما كتبان لكم. هنا كنهزو واحد شويه ديال العجين هكا، نجيو كندوزوها في المزهر بعد سكر بلاصي سبيسيال، كنحطوه على هذا الشكل. ما كنبسطوهاش، كنخليوها واقفه شويه باش الله كتهبطنا مع الحراره. نعاودو واحده اخرى باش تكون الفكره واضحه اكثر. مزهر الاساس منه ان السكر بلاصي كيتبت لنا الحلو. كنبعدو بيناتهم شويه على هاد الطريقه وكنستمروا حتى كنساليو كاع العجين.
دابا سالينا التستيف ديال الحلوه ديالنا في الطاوه. كندخلوها الفران على درجه الحراره ديال متوسطه، كنطيبوها بطريقه عاديه، كنطيبوها الفوق حتى كطيب، ومن بعد كنخشيوها لتحت غير كتقبض راسها، ما كنخليوهاش تحمر، كتقبض راسها ومن بعد كنخرجوها وكنقدموها. الحليوه ديالنا ها هي واجده. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك للفيديو، بارطاجيوه وشاركوا في القناه ديالي، وفي انتظار الجديد ان شاء الله في الحلقه المقبله.